وقاعة أوزير هنلاقي برضو كل الرموز بتتكلم علاقة الملك بأوزير، ان الناس بتعمل الاوفرنج، جزء من الاوفرنج اللي جايبينها معاهم بتتقدم لأوزير. أوزير الاله اللي بيدينا الاستقرار، واللي بيدينا الاستقامة، واللي بيدينا الخلود، اللي بيمنحك الاستقرار في الحياة والخلود في العالم الايه الاخر. وبالتالي هنا البروميس برضو موجود، ان انت تبقى فولور للبرنسبلز بتاعه أوزير. بس يا ترى بقى ايه البرنسبل بتاعه أوزير جديده دي؟ ما قلناهاش. فتعالوا نشوف ايه الحاجات، ايه البرنسبلز بتاعه أوزير اللي تودينا الى الخلود. فهي دي الفكره. زي ما قلنا ايزيس برنسبلز تخلينا عندنا ذكاء اجتماعي فننجح في الحياه، والبرنسبلز بتاعت أوزير تعليمات تخليك مستقر وتخليك مستقيم فتنول خلود مرتين، خلود سيرة حسنة وكويسة في الحياة، وخلود الروح في الحياة الايه الثانية. بس ايه يا ترى البرنسبلز او الحاجات اللي نعملها ننول بيها خلود سيرة كويسة وخلود للروح؟ جوه هناك في الرموز على الحيطة الجميلة دي بيدونا شوية من مفاتيح الخلود والسيرة الكويسة في الحياة في العالم الآخر، اللي هو الشن والإيه والرن. الشن هناك نحح في العالم الآخر، ورن يفضل عايش في الحياة. طيب أول حاجة هنا بنلاقي الملك واقف قدام عمود في آخره حتحور. عمود في آخره إيه؟ حتحور. وده أحد أبواب الحصول على الخلود والسيرة الجميلة، اللي هو ايه؟ المحبة والعطاء. ان انت تكون انسان بتعيش حياتك في سلام، محب ومعطاء. اللي تقابله حبه، واللي ما تعرفش تحبه ما تكرهوش. خليك ايه؟ محمدي. احبوا اعداءكم واحسنوا الى مبغضيكم، اللي كنا بنقولهم عند حتحور في حتشبسوت. جميل. فمن ده باب المحبة والايه السلام، هو احد ابواب الوصول الى الخلود. الناس كلها تفتكرك بكل ايه خير. كان بشوش، كان بيضحك، كان بيدي، كان بيعمل، كان بيساعد، كان خلود للاسم. وفي نفس الوقت في باب كامل من ابواب الجنه ال 24 مخصوص لناشر المحبه والسلام. فهنا واحده من المصادر للوصول للخلود. طيب مصدر تاني